طيب السلام عليكم يا شباب، إيه الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. دي الحلقة الرابعة من كورس الUX UI design. وإن شاء الله دي هتكون الحلقة التانية يعتبر اللي بنتكلم فيها وبنشرح فيها عن فيجما. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الواجهة الرئيسية بتاعة فيجما، وإنه أنت تقدر تعمل أكونت إزاي على فيجما، والفرق ما بين فيجما ديزاين وفيج جام، وأخدنا نظرة بشكل مبدئي على فيجما. إن شاء الله النهاردة هنتكلم أكتر عن فيجما ديزاين. بمجرد ما بنكرييت فايل فيجما ديزاين، بندخل على الواجهة دي. تمام كده؟ أتمنى بس قبل ما نبدأ إن أنت تعمل لايك للفيديو عشان يقدر يوصل لأكتر عدد من الناس وتستفيد. ولو أنت تعرف حد حابب يبدأ في مجال الUI UX design تقدر ترشح له الكورس ده إن شاء الله. كبداية ليه بإذن الله هتكون حاجة كويسة. زي ما اتعودنا، مش باحب إن أنا أطوّل في الكلام، ولكن آخر حاجة عايز أقولها إنه زي ما اتعودنا بنحاول إن إحنا في الcourse مش نركّز على كل التفاصيل، بنحاول نركّز بس على الحاجات المهمة اللي أنت هتستخدمها في شغلك واللي أنت محتاج تركّز عليها. في تفاصيل بتكون أقل أهمية، فما فيش داعي إن إحنا نركّز عليها أو إن أنت تبقى عارف كل حاجة بشكل مبدئي دلوقتي. المهم إن أنت تركّز وتعرف الحاجات الأساسية. فلو أنت شايف إن في حاجات نوعًا ما مش بنشرحها أو مش بنركّز عليها، وبالتالي افهم أو اعرف إن الحاجات دي مش بالضرورة إنّك تبقى عارفها دلوقتي أو إنّك تركّز عليها دلوقتي. تمام كده؟ طيب، بعد ما بنبدأ نcreate file Figma design على Figma. ده بيكون شكل الواجهة بتاعتنا أو الspace أو المساحة بتاعتنا اللي بنبدأ نشتغل عليها عشان نdesign أي مشروع عندنا، سواء website أو application وهكذا. طيب الصفحة دي أو الscreen دي متقسّمة ل3 أجزاء. أول جزء اللي هو الجزء اللي على اليسار ده، تمام، اللي هو الbar ده، وتاني جزء اللي هو الجزء اللي على اليمين ده، اللي هو برضه الside bar ده، والجزء الأخير اللي هو الbar اللي تحت ده اللي فيه كام tool هنتعرّف عليهم إن شاء الله. خلّونا بشكل سريع نعرف إيه اللي موجود في الbar اللي عندنا ده. أول حاجة هنلاقي إنه في أيقونة فوق. الأيقونة دي اللي هي دي، بنقدر بس نقفل من خلالها الside bars اللي موجودين على الجنب دول. طيب تاني حاجة هالاقي موجود عندي هنا اسم الفايل بتاعي، تمام، وجنبه سهم كده باقدر من خلال السهم ده إن أنا باعرف أعمل شوية أوامر زي إن أنا أduplicate للفايل، أغيّر اسم الفايل، أنقله من team لteam تاني. تحتها هالاقي موجود اسم الteam اللي معمول فيه الفايل، تمام. بعد كده والحاجة اللي أنا مهم إن أنت تعرفها أو تركّز عليها، إن هيبدأ يتقسّم عندي الside bar في حاجة اسمها file وفي حاجة اسمها assets. الassets مش عايزين نركّز عليها دلوقتي، هنتعرّف عليها قدّام شوية إن شاء الله، بينما خلّينا نركّز دلوقتي على الfile. الfile هالاقيه متقسّم عندي لجزئين. جزء اسمه الpages، ثواني، اللي هي الpages دي، تمام، وهالاقي في هنا خط فاصل كده قاسم الside bar بالنُص، وهالاقي في عندي حاجة تانية اسمها الlayers. يبقى الside bar ده عندي متقسم للpages والlayer. تمام كده؟ بس ده اللي أنا محتاجك تعرفه دلوقتي. خلّينا نمسح ده ونكمّل هنا. الpages اللي هي الصفحات دي هالاقي إن أنا في سهم صغير كده باقدر إن أنا أقفلها وأفتحها، تمام، وهالاقي إن أنا دلوقتي حاليًا في page 1. طيب في علامة plus هنا لو ضغطت عليها هيعمل لي page 2، لو ضغطت عليها تاني هيعمل لي page 3، هيفضل يعمل لي كده بيدجات كتير. أقدر إن أنا كل page بتفتح لي مساحة جديدة من الcanvas اللي أنا أقدر أdesign فيه أو أشتغل فيه. طيب لازمتها إيه الpages دي، وهل الpages دي حاجة هي برّه الفايل اللي أنت شغّال عليه؟ لأ، هو ده الفايل اللي اسمه test بتاعنا اللي إحنا شغّالين عليه، ولكن الpages دي مهمتها أو أنت بتقدر تستخدمها في المشروع بتاعك عشان تقسّم المشروع بتاعك. المشروع بتاعك لو هو حاجة كبيرة جدًا، فبتقسّم مثلًا الpage الأولى هيبقى فيها شوية محتوى. يعني مثلًا الpage الأولى هيبقى فيها مثلًا جزء من المحتوى، أو خلّينا نقول مثلًا إيه، أي حاجة أنت هتعملها، تمام. خلّينا نعمل zoom. أنت مثلًا شخبطت، رسمت، عملت أي حاجة أيًا يكن، عملت الdesign بتاعك، فكل ده دلوقتي في الpage 1 اللي هي الصفحة الأولى. طب أنا لو رُحت على الصفحة التانية هالاقيها فاضية، لسه أنا ما ضفتش فيها أي حاجة. فإذًا المحتوى اللي بيكون في الصفحة الأولى مش بالضرورة أو مش شرط يكون هو نفس المحتوى اللي هييجي معايا في الصفحة التانية. فالصفحات هي مجرد حاجة أنت بتستخدمها عشان تبدأ تقسّم المشروع بتاعك. مثلًا صفحة هيكون فيها هتعملها draft، تبدأ تطلّع فيها أفكار، تبدأ تشوف فيها الinspirations، تبدأ تجمّع فيها
الdata اللي أنت مثلًا ممكن شايفها إن هي هتفيدك، و صفحة مثلًا هتعمل صفحة تانية هتسميها مثلًا مش عايز أتكلم في المصطلحات عشان ما تتلخبطوش الناس الجديدة عامةً، بس خلّينا نقول إن هي هتكون فيها الguidelines بتاعتك بتاعة الdesign اللي أنت هتمشي عليه مثلًا، الأيقونات، شكل الألوان اللي أنت هتستخدمها، ممكن تحط فيها اللي هي الحاجات اللي أنت هتحتاجها أو الlogo مثلًا بتاع الdesign اللي أنت هتمشي عليه وهكذا. هنشوف الحاجات دي إن شاء الله قدّام بشكل عملي أكتر. فاللي إحنا محتاجين نفهمه دلوقتي إن الصفحات دي بنقدر نقسّم فيها المشروع بتاعنا عامةً، صفحة هاضيف فيها مثلًا جزء وصفحة تانية هاضيف فيها جزء تاني من المشروع. طيب في عندي الجزء التاني اللي هو الlayers. إيه هي الlayers؟ خلّونا نعمل صفحتين بس برضه عشان نفهم. دلوقتي الصفحة الأولى أنا عملت فيها دايرة، هالاقي إن الدايرة دي تبدأ تظهر عندي هنا في الlayers. أقدر طبعًا برضه أقفل الlayers وأفتحها. أنا فين دلوقتي؟ في page 3. page 3 بدأت أضيف فيها أي محتوى عندي، بدأت أضيف فيها frame، بدأت أضيف فيها مثلًا وليكن section. تمام؟ وبالتالي أي حاجة أنا بابدأ أضيفها هنا الsection 1 ده هالاقيه عندي في الlayers هنا عندي، الframe 1 ده هالاقيه برضه عندي في الlayers عندي، الدايرة اللي أنا عملتها دي برضه هالاقيها عندي في الlayer. أي حاجة أنا باحددها هنا أو أي حاجة أنا باضيفها في المساحة بتاعتي دي كلها بتتضاف عندي في الlayer هنا. تمام، وبتكون بنفس المسمى بتاعها، يعني ده اسمه frame 1. أنا مثلًا لو عملته مثلًا frame 2 هيبقى إيه، هيتغير اسمه هنا تلقائي لframe 2. تمام كده؟ فدلوقتي أي حاجة أنا باضيفها عندي هنا في المساحة بتاعتي دي، الtext اللي أنا ضِفته ده هالاقيه اتضاف هنا أهو بالضبط في الlayers بنفس الاسم أو نفس الشخبطة أو نفس الكتابة اللي إحنا كتبناها. تمام كده؟ وده برضه إن شاء الله هنتعوّد عليه لمّا نشتغل مع بعض الفترة الجاية أو الحلقات الجاية بإذن الله. طيب أنا دلوقتي في page 3 في الصفحة التالتة. دي الlayers عندي اللي أنا ضفتها في الصفحة التالتة. أنا دلوقتي بمجرد ما هاروح على صفحة 2 هالاقي الlayers اختفت. ليه اختفت؟ لإن لسه عندي صفحة 2 فاضية ما فيهاش أي حاجة. فبمجرد ما بابدأ أضيف فيها مثلًا أي حاجة أو أي محتوى عندي أو أي حاجة عندي، فبيبدأ يظهر لي هنا برضه في الlayers. لمّا هابدأ أروح على صفحة 1 هالاقي الlayers عندي فاضية. ليه فاضية؟ عشان برضه ما فيش أي حاجة عندي في الcanvas بتاعي أو المساحة بتاعة التصميم بتاعي اللي في صفحة 1. تمام كده؟ يبقى مختصر الside bar اللي هنا ده متقسّم للpages اللي هي الصفحات، ومتقسّم للlayers. تمام، إن شاء الله يعني ده خلّينا نقول إن هو شرح سريع، ولكن مع الشغل الفيديوهات الجاية هنبدأ نفهم أكتر بإذن الله لو في حاجة مش واضحة دلوقتي. طيب إحنا كده فهمنا إيه اللي موجود في الside bar اللي على اليسار ده. تعالوا نروح على اليمين دلوقتي. هو ما فيش فيه حاجة بشكل مبدئي. الside bar اللي على اليمين ده هو بيكون فيه إيه، بيكون فيه الtools اللي أنا أو الcontrols اللي أنا بابدأ أتحكّم فيها في أي عنصر عندي. يعني بمجرد ما بابدأ أرسم عنصر أو أdesign أي حاجة عندي، باقدر أتحكّم في شكلها، طولها، الopacity بتاعتها، لونها، الكلام الجميل ده كلّه. فحاليًا إحنا لو حذفنا ده مش هنلاقي فيه أي حاجة. كل اللي موجود عندنا برضه هالاقيه متقسّم لجزئين، جزء اسمه design وجزء اسمه prototype. مش عايزين نركّز خالص دلوقتي على الprototype، خلّينا نركّز على الdesign. زي ما زي ما هنا إحنا مش محتاجين نركّز على الfile قصدي على الassets، إحنا هنركّز على الfile. تمام كده؟ طيب يبقى الside bar اللي هنا ده فيه إيه، دلوقتي لو هو ما فيش أي حاجة عندي في الdesign أو أنا مش محدد أي حاجة، مش بالاقي فيه أي حاجة غير إن أنا بالاقي فيه هنا إن أنا أقدر أغيّر لون الbackground بتاعة الfile بتاعي ده بالشكل ده. وهالاقي عندي حاجة هنا اسمها variables مش محتاج إن أنا أركّز عليها خالص ومش هتحتاجها خالص، ومش هنشرحها أصلًا خلال الcourse. في عندي حاجة تانية اسمها styles دي هييجي لها وقتها إن شاء الله. في عندي الexport ده لو أنا عايز أعمل تصدير أو إن أنا عملت مثلًا الframe ده أو الdesign ده أو عملت design معيّن يعني مثلًا خلّينا نخلّي الموضوع واقعي أكتر. أنا عملت مثلًا الframe ده رسمت فيه أي حاجة. لو أنا عايز أصدّر الframe ده أعمل له تصدير يبقى عندي على الجهاز على اللابتوب عندي. تمام كده؟ طب ثانية عشان هو بيحمّل. خلاص يا حبيبي شكرًا والله إحنا آسفين. طيب تمام كده، هنيجي بقى لأهم حاجة عندنا وهي الbar اللي تحت ده. تمام، اللي فيه الtools دي. طيب دي إيه؟ دي باختصار شديد هي الtools أو الأدوات اللي إحنا هنبدأ نستخدمها في Figma عشان نرسم ونdesign وهكذا.
محتاجك تركّز على إيه، الجزء ده محتاجك تركّز عليه، هنعرف إيه الفرق ما بين دي ودي دلوقتي، تمام، دول 3 أيقونات هنفهمهم دلوقتي إيه هُم، بس اللي محتاجك تاخد بالك منّه إن في سهم صغيّر كده جنب كل أيقونة، السهم ده لو أنت رُحت ضغطت عليه هتلاقي إنه بيفتح لك شوية tools جوّه الأيقونة دي كمان أو لها علاقة بالأيقونة دي، فكل أيقونة أو كل tool من هنا متقسّمة هتلاقي فيها tools برضه أو أيقونات إضافية لها علاقة بنفس الtool يعني، تمام كده؟ طيب إيه اللي إحنا محتاجين نعرفه؟ أول حاجة هنا اللي هو الmouse اللي هو الmove أو الhand tool اللي هو بتضغط تسحب كده من مكان لمكان، دول حاجتين عاديين مش محتاجين نركّز عليهم دلوقتي. الحاجة التانية وأهم حاجة عندي هي الframe. طيب ده الframe بنبدأ نرسم frame كده، ده الframe أو المساحة اللي أنا بابدأ أرسم أو أdesign جواها المشروع بتاعي، سواء لو أنا عايز أعمل frame لديسكتوب بالشكل ده، شاشة كمبيوتر، أو لو أنا عايز أعمل frame لشاشة الموبايل بالشكل ده، تمام؟ وشوية إن شاء الله هنبدأ نعرف إيه هي الframes أو المسافات أو المقاسات اللي إحنا بنشتغل عليها إن شاء الله. طيب أول حاجة محتاج تركّز عليها وتعرفها كويس جدًا هي الframe، تمام؟ ده أول حاجة من الtools أو من الحاجات اللي أنت محتاج تركّز عليها جدًا، ليه؟ لإن إحنا هنستخدم الframe ده 24 ساعة في ال24 ساعة وإحنا بنصمم. أي حاجة عندي هاحطها جوّه frame، تمام كده؟ خلّينا نقول إن الframe ده بيبقى هو المساحة اللي أنا باعملها عشان أبدأ أعمل جواها الdesign بتاعي، تمام كده؟ تمام. تاني حاجة مع الframe هالاقي في حاجة اسمها section. إيه هو الsection؟ الsection ده خلّينا نقول إنه أنا دلوقتي صممت مثلًا جزء من المشروع بتاعي في الحتّة دي مثلًا، ده مثلًا الflow بتاع الlogin أو تسجيل الدخول، فممكن أعمل section كده، تمام، عشان بس أرتّب فيه المحتوى بتاعي، تمام. الsection ده مثلًا ممكن أسميه مثلًا إيه، تسجيل الدخول، أو مثلًا إيه خلّينا صفحات، أنا مش شايف دي قاف والّا فاء، تسجيل الدخول، تمام كده؟ فده كده الsection ما هو إلا أداة أنا بابدأ إن أنا أرتّب بيها المحتوى اللي في الصفحة عندي، أنا عندي الصفحة دي هابدأ أقسّم الصفحة ديّة مثلًا لسكاشن، الsection ده هاضيف فيه حاجات معيّنة، والsection اللي جنبه ده هاضيف فيه حاجات معيّنة، تمام كده؟ بس، فأنا باقسّم الصفحة عندي، فما تجيش تعمل لي frame أو تجيش عفوًا تعمل لي section وتشتغل فيه، تقول لي ده هيبقى هو ال 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 اللي أنا هاصمم فيه، لأ، الsection بيتعمل عشان تضيف أو ترتّب فيه محتوى حاجات أنت عملتها عندك، مثلًا عندك شوية صور مثلًا inspirations، خلّيني مثلًا أجيب مثلًا إيه، مجتمع خطوة على التليجرام، بما إننا برضه جِبنا إيه، لو أنتم مش في group أو community خطوة على تليجرام تقدروا تنضموا، بحيث إن لو في حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي حاجة هتلاقونا معاكم إن شاء الله. مثلًا خلّينا نقول إن أنا جمّعت شوية سكرينات، السكرينات دي أنا هاحتاج مثلًا أو هاخد منها inspiration أو إلهام أو استلهام للأفكار أنا هاحتاجها معايا في الdesign، فهاعمل section عشان أضيف فيه ال ال شوية التصاميم اللي هتفيدني أو الinspirations بتاعتي، تمام كده؟ تمام. يبقى اللي إحنا محتاجين نعرفه دلوقتي الframe، إنه حاجة مهمة جدًا، الframe هي الحاجة اللي أنا بابدأ أعملها عشان أdesign جواها المحتوى بتاعي، والsections حاجة أنا باعملها عشان أرتّب فيها المحتوى بتاعي أو أجمّع فيها شوية محتوى أو شوية صفحات أو شوية فريمات أو أيًا يكن إيه اللي أنت هتجمّعه داخل frame، بس هي أنت بتستخدم الframe ع الsection عفوًا، بتستخدم الsection عشان تجمّع فيه محتوى ليك، تمام كده؟ أو تقسّم بيه المحتوى اللي عندك. طيب بعد كده إيه اللي أنا محتاج أركّز عليه أو محتاج أعرفه، عندي الtool التانية دي هي الrectangle الshape شكل مربع، تمام. وفي فرق ما بين المربع وفي فرق اللي هو الrectangle يعني، وفي فرق ما بين الframe، تمام. في فرق شاسع ما بين الاتنين دول، وإن شاء الله هنبدأ نتعرّف عليه في الفيديو الجاي. طيب تاني حاجة عندي هنا اللي هو القلم البنسل عادي ما فيش مشكلة، يعني ما فيش فيه شيء يُذكر يعني اللي هو القلم ده. تاني حاجة عندي مع القلم اللي هي الpen tool، لو في حد فيكم graphic designer أو استخدم Photoshop هيبقى عارف إيه هي الpen tool، هي أداة أنا باقدر أرسم بيها حاجة customize مثلًا بشكل معيّن أو رسمة معيّنة أو وهكذا.
مش هنحتاجها كتير، ولكن يعني إيه، يعني تبقى أنت فاهم كل أداة. لو أنت مثلًا مش عارف يعني إيه الpen tool، هي تبقى أنت فاهم هي بتعمل إيه. طيب بعد كده هالاقي عندي حرف الT ده اللي أنا باقدر أكتب من خلاله أي نص، بس هو صغير جدًا، خلّينا نعمل zoom. أي نص مثلًا عندي اشترك 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 في القناة واعمل لايك. معلش بقى يا جدعان على الرخامة دي، أنا ما باحبش الأجواء دي. طيب ده الtool اللي إحنا أو حرف الT ده بنقدر نكتب من خلاله أي نص عندي، تمام كده؟ طيب بعد كده عندي ال الicon دي اللي هي أمّا باقف عليها بالاقي حاجة اسمها ظهرت لي حاجة اسمها comment. إيه هو الcomment ده؟ والله الcomment ده هي tool لو أنا وكام صاحبي مثلًا شغالين في مشروع معيّن وأنا عايز أسيب comment لحد مثلًا، أنا هاقول له هنا احذف مثلًا دي، وهاضغط enter فبيتضاف له comment هنا كده، بإن أنا فلان ضاف comment مثلًا احذف دي أو اعمل كذا. فلو أنا عايز أسيب له حد comment على حاجة معيّنة مثلًا هنا أو غيّر حاجة وهكذا، إحنا كteam بنقدر نتناقش مع بعض في المساحة دي، تمام كده. بعد كده هالاقي عندي هنا الأيقونة دي بمجرد ما هافتحها دي بالاقي عندي حاجة اسمها all وassets وplugins. خلّينا all دي هنبقى نرجع لها بعدين، في هنا شوية حاجات كده بنقدر نستخدمهم تبع Figma، يعني زي إن إحنا نشيل الbackground لو إحنا عندنا صورة، وشوية حاجات كده بسيطة هنبدأ نتعرّف عليهم وإحنا شغالين بإذن الله. في عندي هنا حاجة اسمها plugins. إيه هي الplugins؟ الplugins هي خلّينا نقول هي tools معمولة، يعني الdevelopers عاملينها داخل Figma عشان تساعدك إن أنت تعمل حاجة مثلًا. يعني لو أنت مش فاهم يعني إيه plugins، هي الplugins مش حاجة جوّه Figma بس، هي بتستخدم في كل البرامج عامةً. بس لو أنت حد مش فاهم يعني إيه plugin، هنعرفها إن شاء الله قدّام، ولكن هي خلّينا نقول tool بتفتحها جوّه Figma عشان تساعدك مثلًا إن أنت لو أنت عندك صورة مثلًا تحوّلها لdesign. لو أنت عندك مثلًا website تقدر تجيب الlink بتاعه من برّه مثلًا وتنزّله في Figma يبقى عندك design لو أنت عايز تاخد منه حاجة تعدّل عليه حاجة. AI مثلًا tools يعني وهكذا، هنبدأ نتعرّف عليهم أكتر إن شاء الله. أو أنا عايزكم تتعرّفوا، يعني ادخلوا جرّبوا كده إيه هي الplugins والحاجات اللي قدّامكم دي، يعني ما تعتمدوش بس على إن إحنا نطبّق اللي بيتشرح قدّامنا. خلّي دايمًا إن في عندك مساحة من الاستكشاف وإنّك تدوّر وتبحث. طيب آخر حاجة عشان إحنا طوّلنا أوي الفيديو ده، في عندي هنا 3 أيقونات كده. إيه هم ال3 أيقونات دول؟ دول مش tools، دول الmood. إيه هو الmood؟ هالاقي عندي حاجة هنا، أول حاجة اللي هي الشكل الشخبطة دي اللي هي الdraw mode اللي هو وضع الرسم، تمام. بمجرّد ما بابدأ أضغط عليه بيبدأ يتحوّل معايا شكل الlayers دي. لو أنتم واخدين بالكم الlayers دي شكلها بقى مختلف شوية، شكل الtools اللي عندي هنا بقت مختلف. ليه؟ لإن ده وضع ال الرسم أو وضع ليه علاقة أصلًا بالgraphics أكتر، لو أنت حد هترسم logo أو هترسم، فما لناش علاقة بيه خالص. أنا ليه باقوله لك بس عشان تبقى أنت عندك فكرة إيه اللي موجود حواليك هنا، لإن وهيحصل معاك كتير جدًا لو أنت حد مبتدئ، إنك وأنت شغال في وضع الdesign mode بالشكل العادي بتاعنا جدًا، بالخطأ هتضغط هنا وأنت مش عارف، فجأة هتلاقي الtools اختفت اللي قدامك اللي أنت متعود عليها، وهتلاقي شكل الside bar أو الlayers اللي هنا بقى مختلف شوية عن اللي أنت متعود عليه، فمش هتبقى فاهم إيه اللي حصل معاك. فمهم حتى كمان الside bar اللي هنا شكله بيبقى مختلف عن الdesign mode بتاعنا العادي، تمام. فمهم تعرف إن ده الdesign mode بتاعنا اللي في النُص، وده الdraw mode اللي هو بتاع الجرافيك أكتر، وده الdev mode اللي هو بتاع الdevelopers. بمجرد ما بتدخل عليه طبعًا هو متاح الPro، النسخة الPro على الaccount التاني، أو لل بسم الله الرحمن الرحيم اسمهم إيه، اللي هم الeducations plan اللي هم الطلاب، تمام كده؟ فده لو أنت لسه الaccount بتاعك free فمش هيفتح معاك يعني، بس ده خاص بالdevelopers. خلّينا هنرجع تاني، فملخص سريع، ملخص سريع جدًا. هنا عندنا ال3 أدوات اللي هو الdev mode والdesign mode والdraw mode اللي هو بتاع الرسم أو الجرافيك. هنا الأيقونة دي هيكون فيها الplugins اللي إحنا هنبدأ نستخدمها داخل Figma، مثلًا ممكن نجيب منها icons، نجيب منها illustrations، نحذف حاجة مثلًا في remove background بتحدد الصورة بتفتح الplugin وتقول له remove background. هنبدأ نستكشفها إن شاء الله أكتر. الicon دي باقدر إن أنا أسيب comment لأي حد صاحبي مثلًا آمم، داخل الdesign بتاعي مثلًا على حاجة معيّنة. الtext ده أو حرف الT ده بابدأ إن أنا أضغط كده واكتب أي نص، مش عارف ليه بيبقى بعيد كده، باكتب أي نص أنا عايزه عندي
طيب بعد كده الtool دي اللي هي الpen tool اللي أنا بابدأ أرسم بيها أي شكل معيّن أنا عايزه. بعد كده عندي الrectangle دي اللي أنا من خلالها باقدر أعمل شكل أو أشكال shape مثلًا أو line أو سهم كده، أو مثلًا راحت فين؟ أو دايرة أو نجمة بالشكل ده، تمام. يعني الجزء ده باقدر إن أنا أعمل منّه الأشكال دي. بعد كده عندي الframe والsection زي ما وضّحنا. ده بس اللي أنا محتاجك تجرّبه، تمام. مطلوب منّك إيه دلوقتي؟ مطلوب منّك إنّك مش بس تسمع، مطلوب منّك إنّك تفتح تجرّب الtools دي، تتعرّف على الواجهة دي بنَفْسك. مجرّد فهمك بس أو إنّك بتتفرّج على الفيديو مش هيخلّيك حد آمم، يعني مش هتكون فاهم أو مُتقِن للحاجة زي ما تجرّبها بإيدك وتستكشف أكتر. لو في حاجة إحنا ما شرحناهاش يبقى مش حاجة مهمة أوي إن إحنا نركّز عليها في الفترة الحالية. وبالتالي استكشف، خلّي دايمًا عندك مساحة من الاستكشاف، ما حدّش هيقول لك كل المعلومة كاملة بشكل اللي أنت متخيّله. أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.